وانا قاعد ببحث باليوتيوب لقيت هذا الفيديو. في يوتيوبر صغير مسوي هذا الفيديو، كان بيجرب المتجر تبع صحراوي وجرب يشتري من عنده. فخلينا نشوف تجربة هذا اليوتيوبر. اقسم بالله العظيم انا ما بعرف هذا اليوتيوبر، وانا قاعد بتصفح لقيت هذا الفيديو قدامكم. راح احط لكم قناة هذا اليوتيوبر بصندوق الوصف، وهي اسمه تقدروا تروحوا تتاكدوا من الفيديو ومن صاحب القناة نفسها. اليوم عندي لكم فيديو مهم جدا بخصوص متجر الصحراوي على الكي. قبل اسبوع اشتريت منه جواهر وقلت لكم اني راح ارجع بعد 3 ايام واعطيكم النتيجة، واليوم رجعت لكم ومعي كل الادلة. هل وصلني شيء؟ هل المتجر صادق او لا؟ تابعوا معي للنهاية لان عندي لكم مفاجأة. في المرة الاولى اشتريت 100 جوهرة وانتظرت 3 ايام مثل ما قلت لكم في فيديو الشورت، لكن للاسف لم يصلني شيء. حاولت اتواصل معه من خلال التعليقات وكل الوسائل المتاحة لكن لم يرد للأسف، والمفاجأة أنه قام بتحويل نقاطي بدل ما يرسل لي الجواهر. بعد أيام قلت خليني أجرب مرة ثانية عشان ما أظلمه، فاشتريت 300 جوهرة، 221 و110 وانتظرت، لكن للأسف نفس الشيء، لا جواهر لا رد لا شيء. ومن هنا عرفت أن في مشكلة، لأن الصحراوي مثل ما تعرفون لديه طلبات عديدة، لا يمكن سلبية كل هذه الطلبات والشحن لكل هذه الكمية في أيام قليلة. أنا ما أحب أظلم أحد، لكن عندي الدليل على كل شيء، وهذا اللي صار معي، وما أنا الوحيد اللي حصل له هذا الشيء. شفت أكثر من شخص يشتكي في التعليقات من نفس المشكلة. فهل هذا المتجر موثوق؟ أنتم احكموا بانفسكم. يعني على سبيل المثال قاعد بنسخ الاي دي اللي موجود هذا تبع البويا باس وبده يشحن له بويا باس، احنا صرنا بالخالة 305، يعني 3050 شخص شاحن، اختار منهم هذا. يعني يا سيدي العزيز كل 1000 واحد تقريبا بيشحن منهم لاثنين لثلاث، وباقي ال1000 هذول كل اليوتيوبرات اللي بيفتحوا بثوث مباشرة خسروهم. ليش؟